درو يسطع في برشلونة. أول ظهور رسمي للشاب الموهوب مع الفريق الأول. تحدث النجم الصاعد بيدرو فرنانديز الشهير بلقب درو عن لحظات لا تنسى عاشها في أول ظهور له كأساسي مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، في ليلة ستظل محفورة في ذاكرته الكروية. وقال درو بملامح يملأها الفخر: أنا في قمة السعادة، الأمر كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة. عندما أخبروني أنني سأبدأ أساسياً لم أستوعب ذلك في البداية، لكن مع مرور الوقت شعرت بالهدوء والثقة، مشيراً إلى أن الدعم الكبير من زملائه والمدرب منحه راحة نفسية ساعدته على تقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر. وأكد اللاعب الشاب أن كلمات المدرب وزملائه كانت بمثابة مفتاح الثقة، حيث أخبروه بأن ما يقدمه في التدريبات يثبت جاهزيته للمشاركة، وهو ما جعله يدخل المباراة بإصرار أكبر على إثبات نفسه. ويأتي ظهور درو ليكون خطوة فارقة في مسيرته، بعدما أصبح اللاعب الثامن من أبناء الأكاديمية الذين يمنحهم هانز فليك فرصة اللعب مع الفريق الأول، في إشارة واضحة إلى توجه المدرب الألماني نحو بناء جيل جديد قادر على حمل راية برشلونة في المستقبل. إنها بداية حكاية واعدة قد تكون نقطة الانطلاق لمسيرة نجم جديد يكتب فصوله القادمة بألوان البلوغرانا. وهكذا نكون شهدنا لحظة تاريخية لصاعد برشلونة الشاب درو، الذي أثبت أن الأحلام تتحقق بالإصرار والعمل الجاد. الصلاة والسلام على رسول الله، وإلى لقاء جديد مع أخبار الكرة المثيرة.